مش كده يا كابتن بيبو؟ الراجل بيعمل انجاز بترد عليه بانجاز. الراجل بيجي له ايقاف قيد، انت بترد عليه بعقد جديد للنادي في سوهاج الجديده. يا كابتن بالراحه عليهم يا كابتن، مش كده والله. يا جماعه انا من موقعي هذا من اوضتي الجميله دي كمشجع اهلاوي بطالب الكابتن محمود الخطيب بتعلم الاداره من الكابتن حسين لبيب، بدل ما هو الكابتن الخطيب عمال يفتح لي فروع وعمال يعمل لي صفقات وعمال يعمل لي حاجات كده مش هتفيدنا احنا كجمهور. يتعلم الاداره من كابتن لباليبو. عشان كده الدنيا خربانه يا كابتن خطيب، لو سمحت ركز. النهارده حضرتك بتمضي عقد النادي الجديد في سوهاج. الزمالك جاله ايقاف قيد جديد النهارده لمده فترتين بسبب صفقه خوان الفينا بزيرة، اللاعب الجامد المهاري الفشيخ العظيم ابن 100 عقبه اللي ملوش حل، اللي نادي الزمالك مش لاقيه وقاعد على التيك توك بيلم دعم ومش لاقي ياكل والنادي مش لاقي ياكل. ان هم ما دفعوش القسط اللي هو 200 الف يورو. فكابتن محمود خطيب لو سمحت استاذنك ركز، اتعلم الاداره من كابتن حسين لبيب بعد اذنك، عشان احنا كده في الضياع، فخلي بالك. وبعدين انا بوجه رساله لنادي الكسندريا الاوكراني، انتوا بتعملوا إيه؟ انتوا ما عندكوش دم؟ هو انتوا ما عندكوش دم؟ هم فيهم اللي مكفيهم، جايبين لهم ايقاف قيد لمده فترتين تاني. وبعدين انتوا يعني باعتين الواد يلم دعم من على تيك توك والدنيا خربانه، وما انت يعني يا جماعه عيب، والله العظيم والله العظيم عيب. اعتبروهم يعني رفقا بيهم شويه، عشان هم معاهم الدنيا بايظه. فبالراحه عليهم شويه. وتاني وتالت بطالب الكابتن محمود الخطيب بتعلم الاداره من مجلس اداره نادي الزمالك والكابتن حسين لبيب، عشان تقدر تفيد النادي الاهلي لو سمحت.